بعد ما عملت حلقتين عن انترستيلر وحلقه الجزء الاول بقت اعلى حلقه عندي عدد المشاهدات واثارتهم للجدل، جالي اسئله كتير عن فيلم انترستيلر، فقررت ان انا لازم اعمل جزء ثالث برد فيه على الاسئله دي واوضح شويه حاجات. Lift off. We have a lift off. اهلا بكم في الجزء الثالث من حلقه اشياء لم تعرفها عن فيلم انترستيلر. مبدئيا بصوا يا جماعه، يعني احنا هنتكلم بقى عادي. الفيلم من رايي هو اعظم فيلم اتعمل في التاريخ عن الفضاء، وكريستوفر نولان هو بالنسبه لي اعظم مخرج في الحته دي، لان مش هقدر اقول ان هو اعظم مخرج في التاريخ. في جيمس كاميرون مخرج عالمي، ولكن هيفضل نولان دي حتته. فيلم انترستيلر بالنسبه لي مش هتكلم عن هانس زيمر واللي عمله، هو فيلم انساني في الدرجه الاولى وخيال علمي على حقيقي في الدرجه الثانيه. جماعه فيلم مش ممكن. نيجي بقى للي حصل على الحلقتين اللي عملتهم. اول معلومه اتشتمت فيها على تيك توك كانت معلومه ان في مشاهد اخذت 100 ساعه ان هي تخرج من البرنامج في الريندر، والمشاهد دي كانت من الثقب الاسود. اي نعم انا غلطت في الفيديو وقلت من الفيلم، لكن رجعت وضحت ده في التعليقات ان انا كان قصدي في الحته دي في مشاهد من الثقب الاسود بعض الفريمز. طب انا جايب الخبر ده من بيتي. الخبر ده قالوه الفي اف اكس تيم على مجله اسمها واير. المجله دي من اشهر المجلات اللي موجوده في امريكا في العصر الحالي، والمجله دي بتهتم خصوصا بالماتيريال بتاعت الفي اف اكس والخيال العلمي. هتلاقي منزل اخبار عن ناس كتير قوي في مجال السينما. هتلاقي صور الخبر ده عندي على الانستجرام في بوست منفصل وضحت فيه ان الفي اف اكس تيم قالوا ان في بعض الفريمز والمشاهد اللي كانوا عملوها في الثقب الاسود اخذت 100 ساعه في الريندر. وهنا عايز افهمك شويه حاجات. الافلام في العاده بتتصور ب 24 فريم في الثانيه، وده عشان يدي للمشاهد سينماتيك سين كده. لما بنحب نصور مشاهد سلو موشن بنصور على 60 فريم، والافضل انك تصور على 120 فريم لو عندك امكانيه الكاميرات اللي ممكن تصور بالشكل ده. ولكن لو فيلم عادي ماشي بشكل طبيعي هتلاقيه متصور ب 24 فريم في الثانيه. فمن الطبيعي لما يجوا يعملوا مشاهد فيها في اف اكس او جرافيك هيطلعوها بنفس عدد الفريم اللي ماشي بيها الفيلم. حتى لو قلنا ان هم مطلعين المشاهد دي ب 60 فريم في الثانيه او 120 فريم في الثانيه عشان تكون سموث اكتر في الحركه، وده تقريبا اللي حصل اصلا. ولكن انا هاخد رقم 24 ده واقول لك ان هي لو اتعملت ب 24 فريم في الثانيه في مشاهد اخذت 100 ساعه، يعني كده الثانيه بعض المشاهد من الثقب الاسود مش كلها حتى اخذت 2400 ساعه عشان تترندر، عشان تخرج من البرنامج. مش لازم المشهد كله يكون خرج في 2400 ساعه. وارجع اقول لك ان فريق الموشن جرافيك بالشكل ده اكيد عنده سيرفرات مش اجهزه زي اللي عندنا في البيت بتخرج المشاهد دي. ده اكيد ده الطبيعي، ومش سيرفر واحد، هتلاقي سيرفرات كبيره عشان تعرف ترندر اول مشهد نشوف فيه الثقب الاسود في السينما. اللي بعديها لما صورنا اول ثقب اسود حقيقي يتقال على فيلم انترستيلر ان هو طلع مشاهد تكاد تكون حقيقيه. اظن كده انا وضحت الحته اللي اتشتمت فيها كتير قوي في التعليقات في تيك توك. نرجع بقى للفيلم. اول سؤال بيقول من ارمي بامسي 9205: عندي سؤال الحين انا بتابعه، هو جزء واحد ولا جزئين الفيلم وكام ساعه الجزء؟ بص يا ارمي، الفيلم نفسه جزء واحد، انا شرحته في جزئين وده التالت عشان الحلقه بس ما تكبرش قوي. اما الفيلم تقريبا من ساعتين ونص ل3 ساعات. تاني سؤال من ايمان مرسي: اول مره اشوفك، شرحك بسيط وجميل ما شاء الله، ربنا يخليك، بس في حاجه عايز افهمها، ايه هي معادله الجاذبيه المقصوده وهتستخدم في ايه بالظبط لنقل الناس للفضاء؟ وليه السفينه اللي انقذت كوبر كان فيها مباني موجوده؟ وبتكمل في السؤال لقيته مش كامل، قصدي المباني ليه ما كانت مقلوبه في السفينه يعني. تمام. معادله الجاذبيه المقصوده اللي كان دكتور براند بيحاول يحلها، انا مش ضليع في الفيزياء او فيزياء الفضاء، بس هقول لك انهم عايزين يطلعوا سفينه كبيره قوي تشيل كل الناس اللي موجوده على الارض ويخرجوا بيهم من الارض. فالمشكله في الموضوع ده كله الجاذبيه. احنا دلوقتي لما نيجي نطلع صاروخ بنحسب معادلات الجاذبيه مع قوه الدفع بتاعه الصاروخ عشان الصاروخ ده يطلع من جاذبيه الارض. تخيل بقى سفينه فضائيه عايزه تطلع من الارض واخده كل الناس اللي موجوده على الارض ونطلع بيهم من جاذبيه الارض. موضوع محتاج له حل، وهي دي معادله الجاذبيه اللي كان بيحاول يحلها دكتور براند، ولكنه وصل لحلها. لكن الحل ده طلع ناقص. وناقص ايه؟ ناقص انه يعرف عن الجاذبيه اكتر. طيب نعرف عن الجاذبيه اكتر ازاي ومنين؟ فكان افضل حاجه موجوده في الفضاء ليها جاذبيه قويه هو الثقب الاسود. ولكن عشان تعرف الجاذبيه وتفهمها اكتر، عشان تعرف تحل المعادله دي، كان لازم تخش الثقب الاسود وتعرف حاجه اسمها بلاك هول سينجولاريتي. هي بالعربي تقريبا التفرضيه بتاعت الثقب الاسود، ومسمينها سينجولاريتي عشان هي الجوهره اللي في القوقعه. عارف لما تفتح القوقعه وتلاقي الجوهره جواها؟ احنا بقى مش عارفين نجيب الجوهره دي، لانه اي حد بيخش الثقب الاسود، لا مش هحرقها، هبقى اعمل حلقه عنه، بس من الاخر هيموت. واي سفينه او اله او روبوت لما يخشها مش هيعرف يطلع منها او يبعت لنا حاجه او هيموت برضه. هتقولي ما ده حصل في الفيلم.
هرجع اقول لك الفيلم خيال علمي، وفي الفيلم الثقب الاسود ده اللي حطوه هم احنا في المستقبل بعد ما فهمنا كل الكلام اللي حصل في الفيلم ده، فهتفضل السنجولاريتي بتاعت البلاك هول مش معروفه ليه، لان في حاجات في الكون مش مقدر لينا ان احنا نعرفها. اما ليه كانت المباني مقلوبه في السفينه بعد ما عرفوا عن السنجولاريتي اللي موجوده في البلاك هول وبعتوها للارض وحلتها ميرف بنت كوبر، لقيت ان افضل شكل للسفينه الفضائيه اللي تطلع من الارض هو شكل دائري. وعلى فكره هتلاقي الاشكال دي كتير قوي في كل الافلام تقريبا، وحتى دلوقتي ناسا بتعمل شكل السفن الفضائيه الكبيره اللي عايزه تطلعها، حتى شوف محطه الفضاء الدوليه على شكل دايره عشان تحافظ على الجاذبيه جواها. خد الكره الارضيه كمثال، الجاذبيه بتاعت الكره الارضيه اقوى مكان ليها هو المركز او مصدرها هو مركز الكره الارضيه، فكل ما تقرب من المركز كل ما تحس ان انت اتقل، ولكن على سطحها احنا قادرين نمشي ونتنطط ونتحرك، ولكن كل ما تخش اكتر ناحيه المصدر هتلاقي نفسك بتتقل. كنت في حلقه الارض مسطحه بقول لك انه حتى لو الارض مسطحه فده مستحيل علميا ومنطقيا، لان الجاذبيه هتخلي الارض تدور حواليها فتبقى كوره. جرب الحاجه دي بمثال صغير قوي، هات مغناطيس صغير وهات حواليه مسامير صغيره قوي وقربه من المسامير دي، هتلاقي كل مسامير دي اتكونت حواليه وعملت شكل الدايره. هي دي بالظبط افضل شكل للسفينه الفضائيه عشان تحافظ على الجاذبيه جواها وما تقعدش الناس دي كلها تطير في بعض، هو شكل الدايره. فكانت السفينه لازم تتعمل كشكل دايره وتبقى المباني زي على الكره الارضيه. دلوقتي المباني على الكره الارضيه لو انت شفتها من بعيد تلاقي مثلا يعني مباني طالعه كده وكده 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 من الدايره، ولكن انت في المبنى مثلا اللي عامل كده اللي باين من بعيد انت عادي، انت واقف عادي، وده عشان تاثير الجاذبيه وانت هناك. لكن انت لو تبص من بعيد على الكره الارضيه هتلاقي في قارات مقلوبه وفي قارات معدوله، ان انت على القاره المقلوبه دي انت واقف عادي. هي دي بالظبط الفكره. الفرق ان في السفينه الفضائيه المباني مقلوبه لجوه مش لبره، لانك انت عايز تحافظ على الهواء، فده سبب ليه المباني مقلوبه في السفينه الفضائيه. السؤال اللي بعده بيقول من يحيى، من اقوى الافلام اللي شفتها والله انه تحفه وتستاهل جوائز عديده، ولكن عندي سؤال، هل الثقب العملاق اللي ظهر هو الطن 618؟ بص هو الفيلم خيال علمي صراحه مش عارف هو عاملينه هو ده ولا مش هو ده، بس انا بقول لك تقريبا مش هو ده. احمد طاهر بيقول حضرتك ما وضحتش الشرح اهم نقطه بالنسبه لي اللي هي المصافحه اللي حصلت في الاخر. طيب عشان برضو السؤال ده جالي كتير، المصافحه تقريبا قصدك بيها لما كوبر قابل ميرف وهي كبيره. الموضوع ده انا شرحته تقريبا في الجزء الاول او تاني لما كنت بشرح عن النسبيه. بالمناسبه كنت عايز اقول حاجه في الموضوع ده، النسبيه اللي انا شرحتها في حلقه الجزء الثاني هي مش النسبيه العامه كلها او النسبيه الخاصه كلها، انا بشرح الجزء اللي هم اتكلموا عليه في الفيلم. لسه حلقه النسبيه دي قدامها وقت شويه عشان اعرف اشرحها لكم بطريقه مبسطه على قد ما اقدر. موضوع بقى المشهد اللي في الاخر اللي بيخليني اعيط كل ما اشوف الفيلم ده، الموضوع بسيط جدا. لو رجعت وشفت الحلقه اللي انا عملتها عن انترستيلر اللي اسمها الجزء الثاني هتلاقيني بقول لك ان كل ما كانت الجاذبيه اتقل في الفضاء كل ما الوقت بيعدي ابطا في الحته دي، بس بالنسبه لمكان تاني جاذبيته اقل شويه من الجسم ده. احنا نرجع من الاول، هو الوقت بيتحسب ازاي؟ يعني اليوم بنقول عليه يوم لما يحصل ايه؟ لما الارض تلف حوالين محورها دوره كامله. طيب والسنه تتحسب ازاي او تتحسب لما يحصل ايه؟ لما الارض تلف حوالين الشمس مره واحده دوره كامله. ناخد طيب المريخ اللي بعدينا على طول في المدار، المريخ بيلف حوالين الشمس بطريقه ابطا شويه، المريخ بياخد سنتين ارضيتين. وخلي بالك من معنى ارضيتين، يعني بمعنى ان السنه على المريخ بسنتين على الارض. يعني لما يكون الارض لفت مرتين حوالين الشمس يكون عدى سنه واحده على المريخ، يعني يكون المريخ لف مره واحده بس في حين ان الارض لفت مرتين. طيب لو انا عندي اخ واخويا ده عنده 20 سنه وانا عندي 20 سنه وانا كنت على المريخ واخويا على الارض، بعد سنه على الارض هيكون عنده 21 سنه، وبعد سنه تانية برضه على الارض هيبقى عنده 22 سنه. هيكون عدى سنه واحده بس عندي انا، هكون انا عندي 21 سنه. هنفترض ان انا رجعت للارض من المريخ في السنه دي، اخويا هيبقى اكبر مني مع ان انا كنت قده في السن لما مشيت. هو الموضوع مربك وصعب بس ده حقيقة، ده مش خيال علمي. وهكذا لو رحت للمشتري او بلوتو او نبتون او اورانوس او زحل، طب هي مربوطه بكل ما بتبعد؟ هقول لك لا، هي مش مربوطه بكل ما بتبعد، هي مربوطه بالجاذبيه. بس احنا عشان رابطين السنه بدوره كامله حوالين الارض، ففي مجموعتنا الشمسيه هي مربوطه بكل ما بتبعد، لأن كل ما بتبعد عن الشمس كل ما جاذبيتها بتأثر أقل عليك فبتمشي أبطأ حواليها. حد هيقول لي أنا مش فاهم قوي، هقول لك بسيطة، كل ما تقرب للشمس كل ما جاذبيتها تأثر عليك أكتر فتمشي أسرع حواليها. تعال بص على عطارد. عطارد هو أول كوكب في مجموعتنا الشمسية وأقرب كوكب للشمس، بيلف بسرعة رهيبة حوالين الشمس لدرجة إن إحنا هنا مش بنعرف نرصده من سرعته. نيجي للزهرة هتلاقيه بيلف بسرعة أقل شوية من عطارد، ونيجي للأرض أقل شوية، نيجي للمريخ بسرعة أقل أكتر، وهكذا. فهي برضو مربوطة بالجاذبية، بس عشان تفهمها أكتر فهي كل ما بتبعد عن الجسم كل ما الوقت يقل.
وكل ما تقرب كل ما الوقت يمشي أسرع، فسنتين على الأرض بسنة واحدة على المريخ. الوقت بيمشي أبطأ على المريخ، لكن الوقت على الأرض يفضل ماشي أسرع. ده بقى طبقه على كل الحاجات اللي موجودة في الكون. الثقب الأسود هو ليه أكبر جاذبية موجودة في الكون، فكل ما تقرب له كل ما الوقت يمشي أبطأ، بس بالنسبة لحاجة تانية جاذبيتها أقل. فعلى الأرض الشمس أكيد جاذبيتها أقل من الثقب الأسود، لأن الشمس في الأول وفي الآخر ده نجمة، لكن الثقب الأسود جاذبيته أكبر، فالوقت بيمشي أبطأ لما تكون أقرب ليه. لكن لما تيجي على الأرض اللي بتلف حوالين الشمس اللي جاذبيتها أقل، الوقت بيمشي أسرع. وده اللي حصل. ميرف لما كوبر رجع لقاها كبيرة في السن عجزت، لكن هو بالنسبة له الوقت كان ماشي أقل. الوقت كان ماشي عادي بالنسبة له، بالنسبة للناس اللي هناك. خلي بالك أنا عمال أقول بالنسبة، خلي بالك. فلما رجع في الفيلم اتقال عندك 100 وحاجة سنة، بس خلي بالك بالنسبة للسنين الأرضية. وده سر المشهد الأخير في انترستيلر. الوقت بيمشي بطرق مختلفة في الكون، على الأرض بشكل، على المريخ بشكل، على عطارد بشكل، في مجرة تانية بشكل، عند الثقب الأسود بشكل. وده يبين لك قد إيه إن لازم يكون في حد خلق الحاجات دي. إزاي كل ده اتكون صدفة؟ إزاي كل ده اتعمل منه نظام؟ لازم يكون في حد حط النظام ده. السؤال اللي بعده بيقول: هل مثلا لو أذهب إلى كوكب الزهرة وأجلس فيه لمدة ساعة وأرجع إلى كوكب الأرض، هل فعلا ياسر 20 ساعة؟ هو السؤال ده ملمس في اللي أنا قلته قبل كده، بس سؤالك ده هيخليني أضيف حاجة. الزهرة عنده حالة خاصة. اليوم على كوكب الزهرة بيساوي 243 يوم على كوكب الأرض. يعني الزهرة عشان يلف حوالين نفسه مرة واحدة، الأرض بتكون لفت حوالين نفسها 243 مرة. وده بيرجع لحاجات فيزيائية بحتة وفيزياء فضائية بحتة خاصة بمركز الزهرة، وهو متكون من إيه وحجمه ودرجة قربه للشمس، حسابات كتير قوي. المهم إنك تعرف إن اليوم على الزهرة ب 243 يوم على الأرض، فما تحاولش تدخل نفسك في حسابات هي الساعة على كوكب الأرض بتساوي كام ساعة على كوكب الزهرة. السؤال اللي بعده من يوزر BU4FI1MX3N: عند دخول الثقب الأسود بيلمح دكتور براند الجزء ده مش واضح. بيلمح دكتور براند الجزء ده مش واضح، المقصود أو التفسير العلمي له. دي حاجات خيال، بمعنى إحنا ما دخلناش الثقب الأسود عشان نعرف إيه اللي هيحصل جواه، ولكن اللي في الحصل في الفيلم أو من خيال المؤلف أو المخرج، هم تخيلوا إن إحنا لما نخش الثقب الأسود أو ثقب دودي هننتقل عبر الزمن. ودي نظرية من نظريات أينشتاين. عايز تعرف عنها أكتر اقرا عن الورم هول. فهو لمح دكتور براند عشان هو داخل الثقب الأسود، بس الكلام ده من واقع خيال المؤلف مع استناده على نظريات أينشتاين والورم هول. لكن لغاية دلوقتي ما حدش أصلا جربها ولا حد هيجربها، وما أعتقدش إن حد هيجربها، لأنك زي ما بقول لك في حاجات مقدر لينا إن إحنا ما نعرفش عنها حاجة. وجاب السؤال ده برضه هتعرفه لما أعمل حلقة عن الثقب الأسود. السؤال اللي بعده من يوزر سيو مش عارف إيه: حقيقة علاقة الأهرامات بالنجوم والقمر ولا هي أسطورة؟ تحية. هو أنا كنت عامل عن الموضوع ده ريل صغير في الأول خالص في القناة. بص، هو خليني أعمل عنها حلقة، بس هرجع وأقول لك إن بيتقال ولغاية دلوقتي هي أسطورة إن الأهرامات عاملة الاينمنت، محاذاة مع حزام الجبار، وفي صور كتير قوي معموله، بس انا حاسسها يعني مش قريبه قوي يعني من الكلام ده. ولكن الموضوع ده شددني جدا، ممكن اعمل عنه حلقه فعلا. السؤال اللي بعده من احمد محمود بيقول: هل ممكن السفر عبر الزمن يتحقق فعلا؟ طيب، الحاجات دي في ايد ربنا من اولها كده عشان نبقى ايه الاجابه تبقى واضحه. رايي انا الشخصي ان الزمن او الوقت هو زي ما اتقال في الفيلم شويه، هو بعد رابع او خامس في حاجه. احنا اصلا ناس ثلاثيه الابعاد، وكنت شرحت الحته دي في الجزء الثاني من حلقه انترستيلر. عشان تنتقل عبر الزمن لازم تكون فوق الزمن، والوحيد اللي فوق الزمن هو ربنا. فما اعتقدش ان احنا هنبقى فوق الزمن. فالسؤال ده هو سؤال ديني اكتر، لكن في رايي الشخصي ما اعتقدش انه ممكن يتحقق. اخر سؤال من فؤاد جيمر بيقول: هل هيكون في جزء تاني للفيلم؟ والسؤال ده اتسالته كتير جدا. ما فيش اخبار مؤكده انه يبقى في جزء تاني للفيلم. انا نفسي يعمله اصلا، بس ما اعتقدش، لانه نولان ما بيعيدش افلام. نولان بيحب يجرب جديد، واصلا في فيلم جديد هو عامله اسمه اوبنهايمر، لسه نازل التريلر بتاعه من حوالي يومين من تصوير الفيديو ده. اتمنى اكون قدرت اجاوب على كل اسئلتكم. لو عندكم اسئله تانية اسالوها لي وهرد عليكم في الكومنت، واتمنى اكون وضحت شويه النقط اللي اتشتمت عليها على تيك توك. وروح للانستجرام هتلاقي البوست اللي انا موضح فيه ازاي عملوا مشاهد الثقب الاسود في الفيلم. ولما تروح على فيسبوك هتلاقيني بنزل اخبار مكتوبه مش هعرف اعمل عنها حلقات لان هي اخبار صغيره في عالم الفلك. وهتلاقي بنزل كونتنت تاني على تيك توك قريب ان شاء الله. واعمل اشتراك على قناه يوتيوب. وبكده خلص الكلام.